الحمد لله الحمد لله. أنا الآن إجيت من كلية التخرج في الشرطة، وأنا أصبحت شرطي. واو، أنا فرحان والله. وأنا الآن مسؤول عن هاي القرية كلها. أنا علي أن أحرسها من الزومبي، وعلي أنا مسؤول من أي شخص يفعل خطأ في هاي القرية، وعن أي شيء، حتى العواميد حتى انكسرت. هاي مسؤولية علي، وأنا أحب هاي الوظيفة، والحمد لله إني نجحت. والآن علي أن أبحث وأشوف شنو أي خطأ. هيا ناس، أنا ببيع صابون، وببيع الصابون بحبة من الدايموند. شنو؟ هاي أنتي كيف أي أحد يشتغل بهاي الطريقة؟ شنو يا شرطي؟ مو في أي أحد بيشتغل بهاي الطريقة. كيف يعني؟ ما هم لا يعرفون أننا عندنا صامون؟ الناس أنت هكذا تزعجيهم، تقعدي تعلي صوتك وهم ينزعجون من هذا الصوت. يعني كان توطي صوتك، يا إما راح تدفعي غرامة، وهذا المحل راح يقفل. ليش أدفع غرامة يا عمو؟ لأنك عم تزعجي أهل القرية، وهذا إزعاج، ومسؤول عن تزعجي أهل القرية كلهم، وهاي تعد جريمة. شنو سعر الجرامة؟ سعر الجريمة راح أحسبها. يا حبايبي احسبوا معي. راح تساوي ثلاثة فقط، ثلاثة. يلا طلعي ثلاثة دايموند. اي ثلاثة. حسنا. والله هاي شغلانة سهلة، والكل عم يصدق اني شرطي. واو. يلا شكرا، مع السلامة، وتفعلي هذا مرة أخرى إما راح تذهبي للسجن. واو، أنا جمعت 3 دايموند. أنا نازل أبحث عن أي ضرر في هاي القرية. أنا نازل من هذا الطريق. واو، أنا فرحان. هاي القرية حتى الآن مؤدبة وما في أي مشاكل. علي أن أبحث في هذا الطريق، وعلي أن أسرع. أنا علي أن أجمع هذا العسل. هيلا 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 هيلا. شنو؟ يا أنت هي يا عم الشرطي، أنت عم تشتغل بتجمع عسل صحيح؟ إي نعم. أنت نزل قانون جديد في هاي القرية، أي أحد يجمع العسل مو ينفع أن يلعب في الشارع، لأنك عم تعمل، أنت تشتغل مو بتلعب في الشارع. هل ينفع أي أحد شغال يعمل هيلا 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 هيلا؟ هل يجب هذا؟ نعم. هاي أنت تجرب تتكلم مع شرطي بهاي الطريقة؟ راح تذهب إلى هذا السجن. لا. هذا السجن اللي هناك. لا. حسنا. لا تزهمني إلى السجن وتفضل عسل. لا مو أريد عسل. أنا أريد دايموند، لأنه هاي جريمة. يا أنت جبت بيه هذا العسل، مو ينفع تاكله. ليش؟ لأن الناس يستفيدون بهذا العسل. أنا خلاص أكلته. حسنا، عليك تدفع جرامة ولا راح تذهب إلى هذا السجن. شنو جرامة؟ ليش؟ لأنك مو عم تشتغل، أنت عم تلعب في الشارع. لا، أنا نجمع عسل فقط. أنت راح أضربك بالسيف وأقتلك. لا. يا قتل الجرامة. كم سعره؟ هاي سعرها، أنت مخالف في عملك، ستكون 5 دايموند. شنو؟ 5 دايموند. حسنا. واو، شنو فيه؟ وين؟ أنت أخذته. هم. حسنا، يلا اشتغل، مو تبع شبه الأطفال، أنت رجل. واو، أنا عم أجمع دايموند هواية. واو، أنا علي أنا أروح للمنزل، وأنا جمعت دايموند هواية حبايبي. واو، أنا فرحان. واو، علي أنا أروح للمنزل. واو.
واو، أنا في طريقي للمنزل وأنا علي أن أروح. هذا منزلي اللي في الوشاي. هيا يا أطفال، هيا تعالوا العبوا لعبة الترامبولين. هي أنت، هاي اللعبة مضرة، ممكن أي طفل ينط هكذا ويغير واقع من هون ويموت. أنت، هاي اللعبة مضرة للأطفال وهم راح يموتون إذا نطوا من هون ووقعوا. وأنا عم أقول لك، وهاي تعد جريمة. هاي تكون في الملاهي فقط، مو هون في الشارع. هو الآن مو دفعت هاي الجريمة راح تذهب إلى السجن. هذا قانون جديد ونزل على كل أهل القرية. هاي الألعاب فقط تكون في الملاهي. طيب الذي يلعب بها بالملاهي لا يسقط على الأرض؟ لأن في الملاهي حواليها سور وما راح يوقع أبدا. أنت بس أنت عامل شنو؟ راح يوقع الطفل على الأرض. مثلا هي الغرامة لا تكون 2 دايموند فقط، وهذا أول تحذير. وإذا فعلت هذا مرة أخرى راح تذهب إلى السجن. اسمع الكلام، يلا كسر هذا. ما تزعج لي. هاي حسنا، شكرا. انتبه من هذا ولا راح تسجن. يلا كسر. واو، هاي الشغلة والله سهلة. أنا عم أضحك على الناس وأخذ منهم دايموند، إنه حتى مو يوجد أي قانون نزل لكني باخذ دايموند. هاي الشغلانة سهلة وبسيطة. واو، هاتي هون وأنام. يلا خلينا ننام. هاي صباح الخير. الآن أنا سأكسر من النوم وهذا يوم الأجازة، وإحنا معتادين في يوم الأجازة إننا نخرج ونذهب إلى الكافيه ونشرب شاي وراح أدعو أصدقائي إلى هذا الكافيه. واو، أنا فرحان. أنا أقفل هذا الباب وأذهب أتجلس على صديقي. هاي أنا شايف صديقي من الشباك. هاي صديقي افتح الباب. هاي انتظر. شنو؟ هاي صديقي، هيا بنا نذهب إلى الكافيه لنشرب شاي هناك بالكافيه. انت شنو جابك؟ أنا لا أريد أن أذهب. ليش؟ احنا كل مرة بنذهب إلى الكافيه صديقي. لأنك أخذت الدايموند مالتي الذي كان معي، هيك ما راح أعرف أذهب. وأنا بحثت عن النت قالوا إن ما في قوانين نزلت جديدة. أنا كنت عم أنزل معك فقط لا غير. لا أقبل هذا هزار. وهي أهرب من وجهي. سامحني. لا لن أذهب. سامحني لا صديقي. لا لا تقفل الباب في وجهي. لا. صديقي، أنا آسف والله. هاي الشغلانة أصبحت سيئة، كلهم كرهوني بهاي الشغلانة. أنا راح أعتزل وأشتغل شغلانة أخرى. أنا أرجع الأموال إلى أصدقائي حتى لا يزعلوا مني. يلا خلينا نروح أرجع الأموال. وأنا حبايبي وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفيديو جديد ومع السلامة.